دي مخلوقات كتير، منهم الطيبين واللي بيطيعوا أوامر ربنا، ومنهم الشريرين اللي بيغلطوا ويدخلوا في مشاكل مع البشر. كل نوع من الجن ليه وظيفة. في جن بيحرسوا الأماكن، وفي كمان جن بيخدموا الناس، وفي جن أسطوريين وأقوى جن وهم بيقال عليهم الجن السحر. دول بقى أخطر أنواع الجن، بيعيشوا في أماكن مظلمة وبعيد عن عين الناس، وقوتهم كبيرة جدا. الأساطير بتقول إنهم مش بيتعاملوا مع البشر إلا لما يكون في طقوس خاصة جدا وغريبة جدا، واللي بيحاول يتعامل معاهم غالبا بيخسر. القصة ديت حقيقية وحصلت، بتحكي عن واحد اسمه سامي. سامي كان دايما عنده فضول جامد تجاه عالم الجن، وخصوصا عالم الجن السفلي. سامي كان بيقرأ كتب قديمة وبيسمع قصص عن طقوس غريبة بتحضر جن قويين. والناس اللي بتحاول تعمل الطقوس دي عادة ما بتكملش أو بتدفع تمن غالي جدا. سامي كان شاب عادي، لكن فضوله خلاه يدخل في حاجات ما كانش مستعد ليها، وكان فاكر نفسه قادر يتحكم في اللي بيحصل. لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. ليلة من ليالي الجمعة، سامي جمع كل الأدوات اللي هيحتاجها للتحضير، زي شموع سودة وحمرا وملح البحر ووردة صفرا كانت جاية له مخصوص، وعود بخور نادر ريحته كانت بتقطع النفس، ومراية كبيرة وقلم أسود خاص بيرسم بيه دواير ورموز غريبة. ابتدى يرسم الدواير بحرص شديد، وكل دايرة كان فيها رموز مش مفهومة. بس سامي كان مركز جدا وبيقرأ تعويذات مكتوبة في كتاب قديم وصعب فهمه. الكلمات كانت تقيلة على اللسان، لكنه ما كانش ممكن يوقف. كان في سامي كان مهجور من زمان، والجدران بتاعته كانت بتصرخ، والريح كانت بتدخل من الشباك، والجو كان باين عليه مش طبيعي. سامي كان حاسس إن في حاجة بتتغير حواليه، زي إن الجو بقى تقيل، والهدوء اللي كان في المكان بقى مزعج جدا لدرجة مخيفة. وبعد ما خلص رسم الدوائر، قعد في نصهم وابتدى يقرأ التعويذات. في البداية كانت صوته واطي، لكنه مع كل كلمة بيتكلمها كان بيحس إن في قوة بتكبر حواليه، والهواء بدأ يتحرك، والشموع اشتغلت لوحدها، والدخان من البخور بدأ يعمل دوائر في الهواء لوحده. المراية الكبيرة اللي ورا سامي بدأت تتغير، الصور اللي كانت فيها مش واضحة، والانعكاس بتاعه بدأ يتحول لوش غريب في وشه. وبعد شوية من جوه المراية ظهر ظل أسود ضخم، جسمه مش واضح بس عيونه كانت بتلمع وفيها نار حمراء. الظل ده بدأ يتحرك ببطء، والبيت كله اهتز كأن في زلزال خفيف. سامي كان خايف، لكنه متمسك بإنه يكمل ويشوف العالم دوت آخره إيه. وقال بصوت متهدج: أنا جيت أطلب القوة وعايز أتحكم في اللي حواليا، مش عايز أضر حد. الظل رد عليه بصوت عميق جدا ومرعب: القوة ديت مش لعبة، اللي بيدور عليها لازم يدفع ثمنها. هل أنت مستعد للدفع؟ سامي حس إن الأرض بترتجف والهواء اتجمد حواليه، لكنه قال: أنا مستعد وجاهز. الظل بدأ يقرب أكتر، وصوته بقى همسة بتدخل في ودنه: كل ما تطلب لازم تعطي، الدنيا دي فيها تمن، والتمن أحيانا بيكون أغلى مما تتخيل. وديت الكلمات اللي دخلت في راس سامي من الظل. سامي حس بالخوف بيكبر جواه، بس كان مصر إنه يكمل. بدأ يكرر كلمات من الكتاب، وكتب كل كلمة كانت بتشد روحه أكتر، وكان حاسس إنه بيتحول، إنه مش سامي اللي كان قبل كده. وبعد ساعات من الطقوس، سامي حس إن الدنيا بتدور حواليه، وبدأ يشوف صور أماكن مظلمة وأصوات بتهمس وشبه وجوه بتظهر وتختفي حواليه. اليوم اللي بعد الطقوس بدأت حياته تتغير. في البداية كان بيشوف ظلال في البيت، أصوات غريبة، وحاجات بتتحرك من غير سبب. صحابه بدأوا يقولوا واحد ورا التاني، ويحصل لهم حاجات غريبة، ويبدأوا يقلوا. ولما سامي حاول يبعد عن الموضوع، كانت الكوابيس بتجيله في النوم وتقول له إنه مش هيقدر يهرب، ومفيش ممر ليه ولا في مفر ليه. الجن اللي جاله ما كانش بس بيهزر، ده كان بيحاول يسيطر عليه ويدخل في عقله ويخليه يعمل حاجات ما يقدرش يعملها الإنسان الطبيعي. في ليلة من الليالي، سامي قرر إنه لازم يواجه الجن بنفسه. رجع للبيت المهجور اللي عمل فيه الطقوس، وكان معاه مصحف وبعض الأدعية اللي اتعلمها من ناس بتفهم في الموضوع ده. ابتدى يقرأ الأدعية والقرآن بصوت عالي، والبيت بدأ يهتز تاني، بس المرة دي مختلفة. قوة سامي كانت بتكبر، وبدأ يحس إنه بيبعد الجن عنه. بيقاوم صوته، بس كان عالي جدا ومزعج. لكن سامي ما استسلمش، وفضل يصلي
ويستغفر ويقرأ في القرآن وفي الأدعية. وفي لحظة البيت كله بدأ ينهار وكل حاجة، والجن اتحبس في الدواير اللي سامي رسمها، وفضل يصيح بصوت عالي لحد ما اختفى. وفجأة الهدوء رجع تاني للبيت، وسامي خرج من البيت وكان تعبان جسمانيا ونفسيا، لكنه كان سعيد إنه قدر يخلص من الكابوس ده. بعد ما سامي خرج من البيت المهجور حس إنه طالع من عالم تاني، عالم مليان ظلام ورعب محدش يقدر يوصفه. كان كأنه راجع من جحيم حقيقي. رجع بيته، بس حتى في بيته كان حاسس إن في حاجة مش تمام، كأن أثر الجن لسه معاه، كأن مثلا روحه ده. الأيام اللي بعدها كانت صعبة. سامي كان بيحاول يعيش، بس حياته اتملت بالكوابيس. كانت بتهاجمه كل ليلة في الحلم. كان بيشوف الجن السفلي بيقف قدامه وبيضحك عليه وبيقول له ما خلصتش، انت لسه معايا يا سامي. كان بيصحى وهو بيصرخ، العرق مغطيه وقلبه بيدق بنبضات عالية جدا. ومرات سامي حست بصوت غريب جدا جاي من حواليه، وقالت له ايه الصوت دوت. ساعتها ما قدرش يرد عليه. وبعد كده كان كل يوم بيقوى يوم عن اللي قبله. قرر يروح لمسجد قريب، وهناك قعد مع شيخ حكيم حكى له كل اللي حصل له بكل تفاصيله. والشيخ قال له ده امتحان من ربنا، ولازم تثبت إيمانك وتكثف دعائك وتصلي وتدعي كتير وتبعد عن الحاجات دي خالص. سامي بدأ يقرأ القرآن بشكل يومي ويحاول يقوي نفسه بالإيمان، بس رغم كده كان بيحس إن الظل ده مش هيرحل بسهولة. في البرودة سامي حس إن الصوت بقى قريب جدا. كانوا في الحلم جن سفلي مرة تانية، بس المرة دي شكله كان أكبر وأفظع. قال له لسه في وقت، بس هتيجي النهاية. لكن سامي ما خافش وقال له بشوف واثق أنا مش لوحدي، أنا معايا رب العالمين ومش هسمح لك تأذيني. ومن هنا بدأت معركة حقيقية، مش بين سامي والجن فقط، لكن بين الإيمان والظلام. كان كل يوم سامي بيكافح عشان يحافظ على روحه، وكل يوم بيزيد قوة إيمانه. في النهاية بعد معاناة طويلة جه اليوم اللي سامي حس فيه بسلام لأول مرة بعد فترة طويلة. ظل الجن اختفى والبيت المهجور تحول لمكان عادي. وسامي عرف إن القوة الحقيقية مش في السحر ولا في الجن، لكن في إيمان القلب وربنا اللي بيحمي في الأول وفي الآخر. ودي كانت قصة سامي، واحد دخل عالم الجن السفلي وعرف إن اللعب مع الظلام بيكلف كتير، لكن بالإيمان والرجوع لربنا ممكن الإنسان ينتصر على أي شر. ونصيحتي ليك حاول تركز في إيمانك وفي دينك، وكل حاجة بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس كده.